عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الشعب الجزائري الحرار داخل الوطن أو خارج الوطن، موضوعنا اليوم هو ضربة موجعة للنظام المغربي. نعم، بأن الإمارات تنقلب عن المغرب وتعترف بالصحراء الغربية لأنها وضعت خريطة المغرب مفطورة. نعم، كما راكم تشوفوا خاوتي، وضعتها مفطورة، وضعتها في المتاحف لقد ذهب رئيس الإمارات إلى منطقة في الإمارات في أبو ظبي ووضع المغرب مفطورة بدون الصحراء الغربية. نعم، وهكذا تعترف كل الدول بأنها الصحراء الغربية بلد محتل. نعم، فقط، لا وجود للصحراء المغربية أبدا في الأمم المتحدة أو في الجزائر أو في أي دولة عربية أو غير عربية، مسلمة أو غير مسلمة. يعني أن الجزائر ليس الوحيدة اللي تساند الصحراء الغربية، كل الدول يساندون الصحراء الغربية وجايبينها مور ظهورنا احنا برك، باللي المغرب تتهم إلا الجزائر بأنها تساند الصحراء، وهذا مجرد إشاعة لأن كل الدول العربية تعترف بالصحراء الغربية. هل ترى أن نشوف النظام المغربي أو الدولة المغربية تسحب سفيرها في الإمارات أو تقطع علاقاتها مع الإمارات مثل ما فعلت مع تونس، أو غمض عين ومشي، غمض عينك ومشي يا خي هود كلاب. انتوما ما تديروهاش مع الإمارات، عارفين بلي الإمارات حارة عليكم، تعطيكم العصير، أعطيه العصير في كاس كبير كما تقولوا انتوما يا ولاد الكلاب، ولاد الحرام. انتوما هما ولاد الحرام. تونس اصلا تونس ماهيش محتاجتكم انتوما ابدا. تونس غنية على المغرب، هذه عندها فوسفات، عندها في البحر، عندها خير تاع ربي كاع، عندها ما عندها الا البترول. نعم يا ولاد هاي نشوفوكم كونوا رجال وتشوفوكم روحوا اقطعوا علاقتكم وجيبوا السفير المغربي من الامارات. ولا لا ما تقدروش هذا، لان الامارات وكما تقول كما يقولوا المغاربه باللي الامارات حليفه المغرب. حليفتها. شافوا الملك قاعد جلس مع رئيس الامارات في طاوله وفطر معاه، قال لك خلاص الامارات هي زعيمه تاع حليفه تاع المروك. كاش المروك ما عندهاش حليف، المروك حليفتكم هي الكيان الصهيوني، نتوما وهما كيف وجهان لعمله واحده يا ولاد الحرام. فو عليكم. تحية الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.